وسهلا بكم متابعي ومحبي ومشاهدي قناه ابسط فكره. معلش بعتذر لكم لو الصوت مش واضح عشان احنا بنصور في الشارع. النهارده هنتكلم باذن ربنا عن الفاميه اللي بيبقى راكب في العربيه، وازاي بنخلع الفاميه ده بشكل صح، ولو حصل ان احنا ما خلعناش الفاميه ده بشكل صح ايه اللي بيترتب على ذلك، ومعالجه ده ايه. الفيديو بالتحديد هنتكلم عن المشاكل اللي بتقابلنا لما حد يروح يخلع الازاز بتاع الفاميه عند حد مش متخصص ويسيب المنظر البشع بالشكل ده. في اوقات كتير بيبقى حد مضطر ان هو يخلع الازاز اللزق الفاميه اللي على الازاز من غير ما يبقى عنده درايه كامله، من غير ما يبقى عنده وعي كامل ازاي بيتخلع بشكل كامل، ما بيتخلعش بشكل جزئي. لما بيتخلع بشكل جزئي الفاميه نفسه لزق بيتقطع، فبالتالي بيسيب اثار اللزق او الجلو اللي باين دون، بيعمل بقعه جامده على الازاز بتبقى صعب جدا انها تطلع. بنشوف على النت طبعا، وبنشوف ناس كتيره بتقترح اقتراحات ميه مغليه، وبنشوف ناس بتقول مواد كيماويه. الاول بس يعني انا بلفت نظركم لحاجه واحده، الميه المغليه نكون مركزين ان احنا لو استخدمنا ميه مغليه او استخدمنا اي مواد كيماويه نخلينا مركزين الميه دي هتروح فين، الميه اللي هتنزل دي هتروح فين. انا بنضف الازاز من الداخل مش من الخارج، تمام؟ فلو انا حطيت ميه الطبيعي انها بتنزل في الباب هنا، الطبيعي ان سهل جدا انها تحتك بالسويتشات اللي موجوده في الباب، سويتش الازاز اللي بيرفع وبينزل، المكنه بتاعت الازاز نفسها، الموتور بتاع الازاز اللي بيرفع الازاز وينزله. فبالتالي ممكن يكون ليها اثار سلبيه جدا ما نعرفهاش او ما نحسهاش غير بعدين. فاحنا النهارده هنشوف مع بعض تجربه عمليه جدا جدا جدا، وبدون اي تكلفه، بدون ما هتشتري اي حاجه خالص، وهتشيل كل اثار اللزق ده. انا معرفش التصوير واضح فيه، الفيديو واضح في التصوير لا، بس احنا لو بصينا هنلاقي كل ده اثار لزق الفاميه كله، يعني مفيش حاجه فيها فراغات غير حاجات بسيطه خالص. دي مثلا دي منوره جميله، الباقي ده كله اثار اللزق بتاع زجاج. المنظر من بره طبعا بيبقى بشع، بيبقى مزعج. الناس اللي بتشوف منظر العربيه بيضيع هيبه العربيه كلها، بيضيع جمال العربيه كلها. فالنهارده احنا هنستخدم حاجه بسيطه جدا، وهنشوف الخطوات مع بعض، نشوف لاخر الفيديو وهتشوف منظر الازاز كان ايه وبقى ايه بعد ما عملناه. هنجرب النهارده هنستخدم الجلانس العادي اللي هو منظف الازاز، اي نوع من الانواع. انا مش بتكلم على ماركه معينه او على نوع معين، لا، انا بتكلم ان احنا هنستخدم منظف الازاز باي نوع من انواعه. هنشوف الخطوات اللي هتتعمل وهترجع الازاز بتاعنا للاخر. انا بس بلم بيه الحاجه دي كده، ده انا يعتبر بعمل عمليه تليين للماده اللاصقه اللي موجوده على الازاز، وفي نفس الوقت انا بلحق الماده من هنا علشان ما تنزلش على الباب من الداخل. مع الجلانس او منظف الزجاج بعد ما احنا حطيناه بالمنظر ده وسيبناه يلين اللزق ده لمده دقيقتين مش اكتر. في ناس هتقول نسيب العربيه في الشمس، في ناس هتقول نجيب الهيتر بتاع الشعر الاكسسوار، في ناس هتقول على حاجات كتيره جدا. لا، احنا بنقول حاجه جربناها وطلعت عمليه فعلا. مع المنظف او ملمع الزجاج هنجيب اللي هي دي السكوتشه او لوفه المواعين العاديه خالص اللي بتستخدمها اي ست في البيت، بس اللي هي بتكون عليها اللي هي الطبقه الخفيفه اللي هي شبيهه بالسلك، سكتش عاديه خالص. دي بتتباع تقريبا ب 2 أو 3 جنيه، مش اكتر من كده، تمام؟ مش اكتر من 2 3 جنيه. سيبنا الجلانس او منظف الزجاج على الازاز لمده دقيقتين، وهنشوف مع بعض. احنا لو ركزنا هنا كده، ادي مثلا اكبر حته فيها البقعه الجامده بتاعت اللزق، لو ركزنا فوق هنا نفس الكلام. طب هنشوف مع بعض دلوقتي. انا بنظف بنفس الشكل اللي انا بشتغل بيه ده، ما افضلش رايح جاي على العربيه، رايح جاي على الازاز وبعدين اتوه وما اعرفش انا عملت ايه. انا بدات التصوير بالحته اللي في الوسط دي عشان عايز انتوا وحضراتكم تلاحظوا الفرق بنفسكم، وانتوا اللي تقولوا ايه الفرق بين هنا وهنا. التصوير موضح الفرق الشاسع. طيب لو احنا لاحظنا كده مع بعض يا شباب، الحاجه اللي هتعجبكم واللي هتلفت نظركم، التصويره دي تعمل فوكس هنا على الحته دي كده مع بعض كده، مع بعض كده. انا بلم ايه ده ايه يا جماعه؟ ده اللي هي البقايا بتاعه اللزق، دي اللي هي الحاجه المزعجه اللي احنا عايزين نشيلها. طب احنا لو ركزنا في منظر السكوتش او اللوفه كده نضيفه وزي الفل، بعد ما نخلص هنشوف المنظر ده هيتحول لايه مع بعض.
انا كده عملت الجزء ده عشان تبتدوا تشوفوا معانا الفرق الشاسع اللي هيحصل. الفرق واضح، الفرق واضح بين هنا وهنا، الفرق واضح بين هنا وهنا، والاثار اللي احنا عرفنا نجمعها من اللزق باينه في نهايه اللزق من تحت. اعتقد كده واضحه جدا جدا. ادي اللزق كله بدا يجمع معايا ويمشي بطريقه جميله. طب نلاحظ السكوتشه بعد ما نجيب الجزء اللي فوق ده. يا ريت لما انتوا تشتغلوا، انا بس عشان التصوير يكون واضح لحضراتكم، يا ريت لما حضراتكم تشتغلوا، انا بدات في وسط الازاز بالظبط عشان التصوير يكون واضح، لا يا ريت لما حضراتكم تشتغلوا تبداوا بقى بشكل منظم. هنبدا هنا كده 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 لغايه ما نخلص الازاز كله. وما ينفعش ان احنا نفضل نعمل كده ده شكل دائري ونتوه وما نعرفش ايه اللي احنا عملناه واللي متبقي لسه ما اتعملش. احنا زي ما قلنا هنمشي بالشكل اللي هو فوق وتحت فوق وتحت، اكننا بنلون، اكننا بندهن حاجه. لما يكون في لزق جامد بنلاحظ ان الصوت نفسه، صوت السكوتشه بيتغير. يعني بص في المكان اللي احنا نضفناه منتهى النعومه منتهى الجمال. نرجع على الحته اللي لسه ما اتعملتش، نسمع صوت الخشونه وصوت الاحتكاك اللي بيحصل. يا ريت الكاميرا تقرب عشان الصوت كمان يكون واضح. لو سيبنا الجزء ده كده هيبان في التصوير، يبقى باين المنظر. طيب لو مع بعض كده لمينا الجزء ده نلم كده ونبص كده، دي واضحه كده يا جماعه، واضحه كده الوبره اللي احنا طلعناها، اللزق اللي احنا طلعناه من الازاز نفسه. ادي اللزق ده اللي مزعج، اللي ما بيرضاش يطلع غير بمواد كيماويه، غير لما حد يقول لنا ده بيطلع بماده بالشيء الفلاني وباسعارها خياليه شويه. وفي ناس انا اسف يعني بتقتنع او بتدي الامان والثقه للناس وتقول فعلا احنا نعملها بماده افضل من بهدل العربيه ولا بتاع. احنا دلوقتي جربنا مع بعض الماده اللي موجوده في كل بيت، مش هتاخد منك بالظبط ربع الازازه عشان تنظف بيها الازاز كله، مش هيحصل اي مشاكل منها. هنوقف التصوير دلوقتي ونخلص الازاز ده كله مع بعض ونرجع نشوف التصوير يا جماعه. رجعنا لحضراتكم بعد ما خلصنا الازاز كله بالمنظر الجامد دون. الحمد لله الحمد لله، مفيش اي اثر نهائي لاي لزق للفوميه خالص، ولا كأن في اي حاجه كانت راكبه. هنيجي بالفوطه العاديه كده وهننشف الازاز بتاعنا. الكاميرا لو ترجع توضح التصوير من ورا منظر الازاز كده، ما فيهوش اي اثار نهائي لاي لزق، ما فيهوش اي اثار نهائي لاي لزق. الموضوع ده يا جماعه هيبقى مفيد جدا جدا وعملي جدا في الازاز الخلفي للعربيه، اكتر من ازاز الباب، اكتر من ازاز الباب بكتير. الازاز الخلفي اللي ورا فيه سخانات، فيه الانتنه، فبالتالي بيبقى صعب انك تحط عليه اي اضافات، صعب انك تخلي حد يقول احنا هنقشر سنه بقطر بسلاح حاد، هنبتدي بشفره ان احنا نشيل اللزق بتاع الفوميه من الازاز اللي ورا. الازاز اللي ورا بيبقى فيه وصلات كهربائيه خاصه بالسخانات اللي هي بتاعه الازاز الخلفي، وفي انواع عربيات معينه بيبقى فيه انتنه داخليه بتبقى متوصله داخل الزجاج. فيفضل ان احنا ما نسمعش الكلام، ما نحطش مواد كيماويه، ما نستخدمش آلات حاده، ما نستخدمش شفرات معينه عشان نشيل بيها اللزق الفوميه. اللزق الفوميه زي ما احنا شفنا بعينينا وشفنا التجربه العمليه، من غير اي تسخين، من غير اي حاجه خالص، احنا نظفنا الازاز بتاعنا ورجع تاني انضف من الاول وانضف مكان عليه، مفيش اي اثار لاي حاجه في اللزق نهائي. شكرا جزيلا واشكركم لمتابعتكم لينا. زي ما احنا متعودين ان احنا بنقول ابسط فكره، فابسط فكره بتيجي قدامنا في اي مجال بس بنكون مقتنعين بيها وفكره عمليه من اي حد من فريق العمل عندنا، بنبتدي نعرضها ونشاركها ونتداولها بيننا وبين بعض. يا ريت لو في اي افكار بسيطه عند حضراتكم تكتبوها لنا في التعليقات، وممكن برضه ان احنا نحاول نعمل لها فيديو مبسط والكل يستفاد بيه. نهايه كل فيديو انا اسف جدا لو الفيديو مش مهم بالنسبه لحضرتك، ممكن يكون مهم لحد تاني. اشكركم جزيلا وافكر حضراتكم اللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشترك معانا، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك. وشكرا جزيلا، اشوفكم في فيديو تاني.